تأثير المناخ السياسي على إذاعة إكسبريس اف ام وجمهورها بعد ثورة 14 جانفي، بحث سوسيولوجي. موضوع بحث إذن يرتكز على ثنائية الإذاعة والتحول السياسي في تونس والتفاعلية بينهما، والتي تعد العامل الرئيسي في قياس مدى تأثير التغير السياسي على الإذاعة. إشكالية بحث تمحور إذن حول هذا الثلاثي: الإذاعة، العامل السياسي والجمهور. من بين هذه الأمور الشكلية يعني أبدأ بالهوامش، يعني للنوت انفراجينال التي نجدها في أسفل الصفحة والتي تحيلنا على المصادر التي اعتمدت أو المراجع التي اعتمدت من قبل الباحث. النقاشات هذه الفائدة منها هي أكثر من أي شيء آخر. اللجنة كانت قاسية معك شوي؟ لا، هي الحق ملاحظاتهم في محلها. ارتبط تاريخ البحث العلمي في تونس بتأسيس الجامعة في بداية الستينات من القرن الماضي، وبدأ الحلم كبيراً في التأمل والرغبة في إنتاج المعرفة. فالبحث العلمي في الدول المتقدمة من مرتكزات نموها وتطورها، واختلفت المداخل والمناهج بحكم التطورات التي عرفتها الجامعة بشكل عام والبحث الجامعي بشكل خاص. وقد انطلق باكراً ببعث مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية الذي يعرف بالسيراس، وهو مؤسسة للبحث العلمي كانت الأولى على مستوى إفريقيا. مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية المعروف بالسيراس هو مؤسسة بحثية عمومية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تأسست عام 1962 في فكرة المرحوم محمود المسعدي. أول مؤسس عام للمركز هو السيد مصطفى الفيلالي، يهتم أساسا بالبحث العلمي، يعني في فرق بحث وجهناه خاصة بعد في 2014 نحو دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية اللي تهم المرحلة الانتقالية اللي تعيشها تونس في الوقت الحاضر. يعني وجهناه نحو العلوم التطبيقية، ماهوش في العلوم النظرية، لأن العلوم النظرية من مهام وحدة البحث ومخابر البحث في الجامعة. في إطار العمل يعني في السيراس أنا نشتغل ضمن وحدة البحث حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وحدة التنمية هذه الوحدة هي يشرف عليها الدكتور الوزير السابق للتنمية دكتور جمال الدين الغربي، وتضم مجموعة من الباحثين من داخل المركز ومن خارج المركز. الوحدة منفتحة عن الجامعة التونسية في الكثير من الاختصاصات القانونية والاجتماعية والنفسية والفلسفية وغيرها. نحن لنا تعامل مع الجامعة، لأنه من يشرف على هذه المجموعات البحث يعني أو وحدات البحث هم جامعيون متخصصون في ميدانهم في هذا الموضوع، وبالتالي يعني هناك علاقة وطيدة بين الجامعة ومراكز البحوث. الجامعة لها الأفكار وكذا، ونحن لنا الباحثون الذين يمكن لهم أن ينطلقوا من دراسات ميدانية لبلورة هذه الأفكار. السيراس يعني رصيد وطني، تراث وطني بحثي فيه يعني آلاف البحوث التي وقع إنتاجها. هذا التأسيس الجديد يحاول أن يضع الباحث على ذمة يعني التحولات الاجتماعية. الباحث الذي تنفق عليه المجموعة الوطنية من المال العام مطالب بأن ينتج بحوثا تنير صاحب القرار السياسي. كانت ثم مراكز بحث مهيكلة حسب الوزارات اللي تنتمي لها، ما كانش ثم قطاع وطني اسمه التعليم العالي والبحث. هذا جاء من عام 79 لأول مرة أحدثت وزارة تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي. وقت نقول البحث العلمي راهو أفقي، يعني هم كل القطاعات. ثم أول هيكلة نجم تقول للقطاع كانت مع بداية التسعينات بإنشاء كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجي. ما كانش ثمة نصوص قانونية تضبط البحث العلمي،
أول نص قانوني اللي أحدث ثورة نجم نقولوا في القطاع هو القانون التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجيا اللي تم وقع إصداره في 1996. هذاك أول قانون يهبط باش ينظم قطاع البحث العلمي والتجديد. يعني البحث العلمي ليس عملية فردية وليست عملية يعني تفكير مجرد، يحتاج إلى إمكانات، إلى موارد بشرية، ويحتاج إلى إمكانيات يعني مادية، وهو البحث العلمي يجب أن ننظر إليه باعتباره يعني شبكة. في غياب سياسة واضحة توصل تنجز هذا كله راهو شيء كبير. ثم العديد من الإخلالات ومن السلبيات ونجم نطرقوا لها معنا حتى إشكال. لنخبة النخبة ينبغي أن نكون واضحين هنا. فحين أقول نخبة النخبة بحسب الكفاءة وبحسب التميز، فلا ننسى أن التكوين في الماجستير أو الدكتوراه هو التكوين للنخب، وليس جميع الناس يمكن أن يكونوا قادرين على أن يرتقوا إلى مصاف هذه النخبة التي تتطلب تميزا في القدرات والمهارات والكفاءات. البحث الجامعي أنا نشوف في السنوات الأخيرة خاصة في الموسيقى فما نهضة هامة مهمة جدا. كما في كل مؤسسة ثم أعمال ثم بحوث تمت هامة، ثم المتوسطة وثم الضعيفة. المشكلة الكبرى لا تطرح في الدكتوراه، تطرح في الماجستير. ولماذا تطرح في الماجستير؟ لأن عدد كبير أو أغلبية الحاصلين على الإجازات لا يجدون عملا، فتجد رغبة لدى كل الطلبة بطبيعة الحال في التسجيل في المرحلة الثالثة. فماش توجه يعني للدولة أو أنه معناتها أنه وكأنه الطالب يختار موضوع يقوم بدراسة وانتهى الأمر. يعني ما هو مصير ذلك البحث؟ لا يوجد تبني للدولة لهذه البحوث، في حين احنا نعرف أنه أغلب الدول المتطورة في مجال البحوث هي تقريبا البحث أصبح عندها هو مشاريع دولة. أعتقد أنها كانت سياسة ممنهجة، وهذا أثر في نوعية التكوين، أثر أيضا في الطلبة لأنهم أصبحوا يعتبرون المرحلة الثالثة مثل الارتقاء من سنة إلى أخرى، وفي فترة الامتحانات تجد احتجاجات على الأعداد، وتجد معنى كأنه أصبح الحصول على العدد أو الدرجة التي تناسب تمكن من الارتقاء من سنة إلى أخرى أصبح حقا. البحث لازم يتكامل مع الهواية ومع الفن ومع الموسيقى باش ما يقعدش نمط يولي مجرد معناتها كتابة فقط. هذا هو. تقريبا هنالك 3 مراحل، يعني المرحلة التأسيسية، مرحلة الجيلي تقريبا، والجيل الثالث، وربما هنالك جيل رابع الآن. ومعناها الآن هنالك طبعا إمكانيات توفرت في لدى الجيل الجديد أكثر لم تكن معروفة لدينا، وخصوصا الشبكة العنكبوتية والإنترنت، ويعني يسرت إلى حد كبير البحث. تحت ضغط العدد وأحيانا تحت ضغط الطلبة بالإضرابات تساهلت المؤسسات الجامعية. الوزارة لاستيعاب هؤلاء العاطلين الفعليين عن العمل فتحت في كل مكان حوانيت سمتها ماجستيرات دون أن تتوفر الشروط العلمية والأكاديمية في أغلب الأحيان لهذه الماجستيرات، ووقع الضحك بين ظفرين، اعتذر عن الكلمة، على ذقون الناس. فهو نوع من مثل الكتاب من قبل، كان أولياؤنا يضعوننا في الكتاب حتى لا نذهب إلى الشارع. تعدد الجامعات وتعدد الماجستيرات يحتاج دائما إلى التنسيق، يحتاج إلى تنسيق أكثر حتى لا تتكرر نفس معنى المواضيع ونفس تقريبا التكوين،
ثم توفير إمكانيات. شوف الأستاذ الباحث اللي هو عنده خصوصية ممكن العامة ما تراهاش، اللي يتخيلونا احنا نقريو في ما عادش تال نومبر دور، معناها نقري في نهارين ثلاثة مرتاح ناخذ في شهرين. الأستاذ الباحث عنده هو شهريته يمكن أكثر من شهرها منحة بحث. الأستاذ الباحث ديما يقرأ، ديما معنا باللغة العامية يقرأ، هو في بروسيسوس معناها طويل الأمد. القاعدة اللي يعملوا بها البحث العلمي توا حاليا في أمريكا وفي غير أمريكا هي البحث عن الحقيقة يتمثل في البحث عن الخطأ في الحقيقة السائدة. معناها لازم نعلموا الطلبة متاعنا الفكر النقدي، مش النقدي متاع التحطيم، النقدي الذي لا يقتنع بما هو موجود ويستعمله في انتظار أن، مش لا يقتنع ولا يستعمل، لا يستعمل ما هو موجود في انتظار أن يجد ما هو أحسن. سي سيونتيفيك. ايش عملت؟ قدمت شنو هو البحوث اللي خدمتها، شنو هما لي بوبليكاسيون اللي عملتهم، شنو هما معناها اضافتك للساحه العلميه. هذا هو اللي شنو اللي يخليك انت تقدم. وديما حتى سامحوني في الكلمه العصا والجزره، معناها ديما تقدم. يجب ان نعترف ان الامكانيات المرصوده للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بشكل عام وعلوم الإعلام والاتصال يعني إمكانيات محدودة جدا، وبالتالي يكون البحث محدود. في إنتاج المستقبل هنا فانا بقى يدخل البحث العلمي والبحث نتاع التاز والدكتوراه الكل مشنومه، خاطر الجامعه تعطي 4 سنين ولا 3 سنين تقول لك هاو اعطيتك شهادتك انت برا مشي مع روحك. وقت اللي تجي انت مش تعمل ماستر ولا مش تعمل تاز تقول لك شنو هو المشروع نتاعك؟ شنو هو جايب للجامعه؟ شنو هو تحب تجيب؟ وندخل معك في كونترات. وشنو هو السوجي نتاع التاز؟ هو سان كونترا. كيف ما كان عندي انا طالب كذا تقول لي هاوش نعطيك انا المشروع نتاعي، نقول لك باهي موافقين تجيبوا لي هذا بعد كذا، بعد 4 سنين ولا بعد 3 سنين. ونعم. وبالتالي تساهم الجامعه في تجديد البلاد، في تجديد المجتمع، في تجديد الاقتصاد، في بحث المستقبل. يتحمل هنا في الدكتوراه الاساتذه المسؤوليه الكبرى، لانه لا يمكن لأي أستاذ يحترم مهنته ويقوم بواجبه أن يقبل عملا في الدكتوراه ضعيفا أو لا يدل على إضافة علمية، وللأسف هذا موجود. عملية البحث هذه يعني عملية طويلة النفس، وفي بعض الطلاب ما عندهمش لا التكوين الضروري ولا مستوى التفكير العلمي ولا مستوى الثقافة العلمية التي تتحمل يعني مواصلة البحث العلمي. البحث في الموسيقى صح هو غرامز كما الموسيقى، خاطر إذا كان باش تاخذ البحث كأنه بحث من منظور أكاديمي باش تقع في فخ النمطية، في حين أنه كي تاخذه من منظور فني موسيقي بحث باش يكون بطبيعة الحال كيف متعة. تعتبر دار الكتب الوطنية فضاء للبحث وقبلة الباحثين في جميع الاختصاصات، ويأتيها الطلاب منذ تأسيسها في سنة 1885 من تونس ومن الخارج، نظراً لمخزونها الثري ورصيدها الهام من المراجع والمصادر والمخطوطات في لغات شتى. المكتبة تضم رصيد هام من مخطوطات، هو 24,000 مجلد، ما يقارب 40,000 عنوان. وهذه المخطوطات هي في الحقيقة هي ينشد إليها جميع الطلاب من جميع العالم، وخاصة أنها غير معروفة وهي تتطلب تحقيق. إذن الرصيد الهام من المخطوطات هو اللي هو الذي يستقطب كثير من القراء من جميع العالم، ويتواصل لحد الآن أن نستقبل معناها الرواد من جميع معناها خاصة الدول الخليجية ودول المغرب العربي. عندنا قرابة 150 زائر من الدول الخليج والدول العربية بالنسبة للمخطوطات، 150 زائر. الاختصاص دار الكتب الوطنية هو علوم إنسانية. احنا نحاولوا ان ندخلوا شوية احنا العلوم الصحيحة من ناحية المواد الأولية، المراجع،
خاطر هناك المراكز العلمية هي اختصاصها العلوم الصحيحة احنا أكثر نهمه نتحدث عن الشكل الأغلب للناس هي العلوم الإنسانية والمراجع، وخاصة المراجع اللي تهم جميع الميادين. أي إنسان يأتي إلى دار الكتب يلزم المراجع الأولية كما نقولوا احنا القواميس الموسوعات لازم تكون متوفرة في دار الكتب الوطنية. ثم برشا نقائص في برشا مراجع وإن شاء الله تعاود تنظم من جديد وتعاود معنا يزيدونا برشا كتب موجودين توا في برشا معاهد أخرين وناقصة. عندنا رواد أكثرية العلوم الإنسانية أكثر منها ميدسين فارماسية يأتون هنا فقط لأن الفضاء جميل ويجدون راحتهم في المراجعة، وهذا لا يتماشى مع المؤسسة اللي هي معنا مؤسسة علمية للبحث. أحيانا يأخذون أماكن الباحثين وهذا يقلقنا جدا، ما نجبش نقول لهم لا. يعد التأطير من الحلقات الهامة والمؤثرة في البحث العلمي، وتظل العلاقة بين الباحث والمؤطر الركيزة الأساسية لنجاح البحث العلمي وتحقيق أهدافه. وتبنى هذه العلاقة نظرياً على التعاون والصبر والتواصل والعطاء المتبادل، لكنها تشهد أحياناً انزلاقات قد تحول مسار البحث وتؤثر فيه. جزء كبير جاي من مفهوم التأطير، المشاكل اللي عندنا في البحث العلمي نتاعنا. مفهوم التأطير ما هوش باش تأطر الطالب باش تقريه الشيء اللي تعرفه انت ولا باش ترفعه لمستواك انت كمؤطر، هو انك باش تعاونه وتساعده باش يعبر على الفكره اللي عنده هو ولا ما عندكش انت، باش يجي يقريك. العكس معناه لازم تعرف تستمع للطالب الباحث باش انت تستنفع منه، واذا كان يحل في حاجه انت عندك التجربه نتاع كذا تقول له والله حكايتك هذه كنت تعمل هكا مش معناها تعرفها انت وتكمل على روحك. هذا علاقتي مع الطلبه نتاعي هو هذا، انا ما نأطرش ما نوجهش. انا ما نجمش نأطر طالب ما نحسش ثم تجاوب بيني وبينه اكثر حتى من العلاقه نتاع البو وابن. راهو لازم تفهموا هذه تقع حالات، ما نقولكش راهو فما حالات يقع التذبذب، لكن هذه احنا ثم نص يضبط هذه. التأطير ليس توجيه، التأطير هو تأطير بالفعل، معنى أن تساعده على أن يكتشف ما في نفسه هو والجديد الذي أنت لست بصدد اكتشافه أنت، بحيث تقلب الماهية تولي تقرأ على الطالب مش أنت تقري في الطالب. منذ أسسنا احنا ماجستير البحث هناك لجنة تستقبل الطلاب وتقيم الطلاب، هناك عدد معين من الطلاب يقبلون كل سنة وهناك معايير تضعها هذه اللجنة لقبول الطلاب. شخصيا لا أقبل الطالب الذي يريد أن يبحث أن يقوم ببحث علمي دون أن تتوفر فيه شروط. فأنا هو عقد بين المؤطر والطالب. طالب الدكتوراه ليس أي طالبة، وينبغي أن أتثبت من أن له الكفاءات التي تؤهله لأن يبحث حتى أساعده في عملية التأطير والإشراف. الدكتوراه ولا تتعطى ليش؟ باش تنتج ولا باش تقدم، ولا تعمل دكتوراه وتخبيها وتاخذ تيتر الدكتور وتولي أنا عندك مسمار في حيط أنت أستاذ في الجامعة وتولي مشكل ماكش الحل. هناك جملة من العلاقات. هناك العلاقة الأولى هي علاقة قانونية، هذا طالب بمعنى باحث وهذا مؤطر، وبالتالي هناك ضوابط قانونية تضبط هذه العلاقة ما له وما عليه. هناك علاقة أكاديمية، وهو أنه من المفروض أن المؤطر له مجموعة من المناهج أو مجموعة من آليات البحث عليه أن يمررها جرعات بالنسبة للباحث. والتأطير للأسف هو في تونس مفهوم بالغلط.
معنا في هذه النقطة. لكن عموما التعطير هو يتم أساسا بالملازمة والمداومة. ما معنى بالملازمة والمداومة؟ أنه في إطار وحدة بحث مثلا، تنظيم سيمينار، الباحث حتى ولو هو مدرس في الجامعة هو مرتبط بوحدة البحث ومرتبط بالمؤطر، وبالتالي الملازمة تخليه يمرر المعلومة، يمرر المنهج، لأنه هناك جانب التعلم يتم عن طريق هذه المواكبة اليومية، معنى هذه العلاقة أكاديمية. المؤطر هو اللي يأطر الطالب واللي يعطيه المنهجية الصحيحة اللي باش يخدم بها، وأون كاو معناها الطالب بعد على مثلا الموضوع وإلا عمل حاجات ما تخصش الموضوع نتاعو، المؤطر ديما يرجعه ويحاول إنه معناها يصلحه باش يمشي على الطريق الصحيح. المشكل الأساسي إنه الطالب التونسي كيحاول يجدد في البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، إنه يلقى صعوبات في الاتصال بالمؤسسات التي لا تنتمي إلى وزارة التعليم العالي. بالنسبة لعلاقة المؤطر مع الباحث، c'est une relation spéciale في تونس. c'est pas comme une ماهيش كما علاقة كما في المستوى الخارجي ولا على الشكل العالمي. دونك فما plusieurs contraintes ما تخليش الباحث الشاب يواصل ولا يتكون ولا يعمل يطلق معناها اللي عنده كل. دونك بوغ اتر كلير العلاقه ماهيش باهيه دون فاسون جينيرال. ثم ميثاق يربط العلاقه بينه وبين المؤطر نتاعو. الاشكال اللي صاير تو ماهيش المؤسسات الكل قاعده تطبق في الوحده. ثم مؤسسات، بعض مؤسسات مش الكل، اللي ما لها الميثاق هذا بين الطالب والمؤطر نتاعو مش قاعد يمضى، خاطر يمضى امضاء بين الطرفين معناها كأنه تصريح على شرف موجود قانونا موجود. العلاقة الثالثة هي علاقة إنسانية، والعلاقة الإنسانية معناها أنه لا يجب أن يكون المؤطر لا يجب أن يكون متعالي على الباحث، معناها يجب أن يكون، لأنه الأفضل ليس أن ننزل من الأعلى إلى الأسفل، وإنما أن نرفع من هو في أسفل السلم إلى أعلى السلم، وهذا يتم بنوع من التقدير ونوع من التبجيل ونوع من المواكبة. لكن بطبيعة الحال تصير ساعات ظروف خارجة عن إطار المؤطر. مثلا تجربتي الشخصية بديت معناها مع أستاذي ومن بعد جيت معناها خدمة في الخارج. دونك فوالا تعطلت شويه بعد ما معناها عملت شوط كبير بريسك كملت البارتي تيوريك الكل. معناها تفاجأت انه باش يخرج لبرا، دونك من بعد ما تلقاش، صعيب باش تلقى اونكادرور ديسپونيبل سورتو معناها في وسط العام معناها، وما بديتش انت من الاول خديت معاه موعد ولا نسقت معاه، دونك صعيبه شويه الحكايه. الفيصل بيناتي وبينات الطالب انا باش تجيب لي لا موتيفاسيون نتاعك، شنو الموضوع البحث، شنو استعداداتك للبحث هذا، نورمالمون علميه، هي مقاييس علميه. انا في كاستاذ مؤطر عندي اهتمامات اكثر في مجال هذايا نقبلك، عندي اقل في المجال هذايا ممكن نقول لك شوف غيري. ساعات اللي ديرافاج يصيروا انه كي تولي بالاهواء كما تحكي انت. كيفاش تتنظم؟ نورمالمون فما مجلس علمي مثلا تاخذ في طلبه الدكتوراه ثم 12000 طالب مسجل في الدكتوراه، ف 12000 قداش من واحد عنده مشاكل مع المؤطر نتاعو؟ تلقى مش قلت لك مثلا، اما كي تحسبها معناها نسبه ضئيله نوعا ما. هناك مشكل مفهوم خاطئ معنا في هذا المستوى، أن هناك بعض من ربما يعتقد أنه الباحث يجب أن يكون صورة نسخة مطابقة للأصل للمؤطر، بل يجب أن يكون حليفا في السراء والضراء، معنى ناصر سيدك ظالما أو مظلوما، ويردد أفكاره ويردد حتى سلوكه ويخضع له بشكل في بعض الأحيان فيه نوع من الهيمنة حتى على المستوى الشخصي، على المستوى النفسي. إذن وهذا تقريبا أسوأ ما يعبر عنه في الفرنسية لو موندارينا، ولو موندارينا اللي هي كلمة مستمدة من الحضارة الصينية. لي مونداران هما معنى الأسياد الفيوداليين، وهؤلاء الأسياد الفيوداليين كيف يهيمنون على أتباعهم، لأنه في بعض الحالات، وهذا مؤسف جدا، أنه في كثير من المؤسسات الجامعية الباحث يتحول ليس إلى باحث
في طور التأطر وإنما إلى باحث في طور التتبع أو التبعية. المصاعب بالنسبة لي يمكن تصنيفها، فما مصاعب اللي يمكن تجاوزها، يعني إذا كان المؤطر متعاون. ما فماش قانون يضبط العلاقة الشخصية ديزون ما بين الأستاذ المؤطر والباحث. بالنسبة لي حاولت نلوج في مؤطر في الدكتوراه نتاعي ما لقيتش فيه ساعة. هو لها وجهان هذه القضية، لأن أحيانا ليس لدينا معناها الاختيار لكي لأن معناها لعدم توفر الأساتذة لكي معناها يؤطر أساتذة آخرون مواضيع يتقدم بها الطلبة. فالمشكل أحيانا في قلة وجود الأساتذة المؤطرين. فإذا كان مثلا في اختصاص معين هنالك أستاذان أو 3 أساتذة وهنالك أستاذ يحجم عن التأطير وأستاذان يقبلان ذلك، ما العمل؟ الحل إنه تكون شفافية، دي كريتير، علاش قبلتني، علاش رفضتني، ها مقاييس قبول، ها مقاييس الرفض، علنا علاش قبلت هذاك، علاش ما قبلتش هذاك، الشفافية خويا. سيدي أنا أعطيت لك مطلب مكتوب، أعطيتك على شنو موضوع البحث نتاعي، أسباب اختياري للموضوع وغيره وغيره وغيره، أنت مدهولك تدرسه، رفضتني تقول لي علاش؟ تقوليش لا في الكولوار، تقول لي لا ما نقبلكش. الناس يخافوا من أنه المؤطر يعرض له في الدورة في مستوى الترقية، في مستوى المناقشة، في مستوى وللأسف أنه أنا طلبت شفويا وكتابيا ونشرت كتاب لي زونفي دو سيلونس وفيه مقترحات. من بين المقترحات اللي فيه أنه لما لا نمكن كل طالب مترشح سواء لماجستير أو لدكتوراه أو تأهيل أو لخطة، لما لا نمكنه من تقرير يبين له لماذا انتدب أو يبين له لماذا لم ينتدب. فهذه العملية ما هي الفائدة منها؟ هي أولا تنحي أو تلغي كثير من الحسابات الضيقة. ثانيا تمنع إلى حد ما التعدي على حقوق الناس. ثالثا تمنع حديث الكواليس. ما معنى حديث الكواليس؟ أنه فلان لم يرتقي لأنه فلان عرضه، فلان لم ينجح لأن فلان عرضه، وهذا كلام غير مقبول في أوساط معناها محترمة، في مستويات عقلانية، في مستويات تدعو في كثير من الأحيان إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى الشفافية. أليس هذا شكل من أشكال الشفافية؟ هذا راهو عنده أسباب، وإحنا كي نشوفوا نسبة القرآن يعني في الجامعات التونسية نلقاو 10% من نسبة المدرسين بصفة عامة، والقرآن ممكن تعرفوا لي بروفيسور الميد دو كونف هما اللي يأطروا في الرسائل الدكتوراه. ولذا تلقى أحيانا ساعات غريبة معناها نلقاو أستاذ يأطر في 15 20 30 تيز من غير معناها مش من المنطق، ما ينجمش يقرأ وما ينجمش يأطر وما ينجمش يقف على كل الأبحاث هذه، من المستحيل. لهذا قل لي عندي أكثر من 50 ما نجمش نقبل. في الآخر بروفا اللي أطرتني يعطيها الصحة، في الآخر قبلتني هي حسب مريت عندها برشا ما نقولش 50 يكون اكثر. فما برشا ضغط نتاع ضغط عددي في مرحله الدكتوراه. فما معناها المخولين لتأطير الدكتوراه هم يتعدوا على الصوابع، خاصه في اختصاصات معناها بعينها. يجي الاستاذ المؤطر يلقى روحه عنده دي سونتين معناها دي دوموند، معناها فما شكون يأطر في 50 و60 راهو 50 و60 تيز الدكتوراه، معناها ماهيش منطقيه. قداش باش يقرا وقداش باش يأطر. الحريات الأكاديمية هي شرط أساسي في البحث العلمي، لأنه يتطلب الصراحة في الرأي بصفة واضحة، وتكون نتائجه دون مجاملة أو تأثير سياسي. وقد كانت بعض البحوث وراء مظالم لبعض الأكاديميين. خلال السنوات التسعينات من القرن الماضي، حيث تقدمت بدكتوراه عنوانها توظيف التراث في الرواية الفلسطينية، ووافقت اللجنة على ذلك، ما راعني إلا أنه وقع استدعائي بمركز الأمن بباب حر، ووقع التنبيه علي بأن لا أقوم بهذا البحث باعتباره يمس من علاقتنا بإسرائيل. وعندها تمسكت
وكنت عضوا آنذاك بمنظمة العفو الدولية التي ساندتني آنذاك، إلا أن جهاز الأمن أعلمني أن كلية الآداب بالمنوبة هي التي رفضت البحث وعدم قبوله. سنة 2010 قمت بإيداع أطروحة الدكتوراه بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، وبعد تقريب سنة تقدم المقررين بتقريرين سلبيين وطلبوا مني تغيير بعض الجزئيات. غيرت هذه الجزئيات ثم أودعت في المرة الثالثة سنة 2012، وحسب مؤطر العمل فإني قد استوفيت كل الملاحظات التي تقدم بها المقرران. الأستاذ الباحث هو أستاذ أستاذ الباحث صحيح عنده ستاتيو، إذا كان ما يعرفوش كيف يتصرفوا فيه ولا ديكتاتوري، يعني يعطيه صلاحيات كبيرة، لكن راهو أستاذ تعليم عالي. ايش قلت كان أستاذ تعليم عالي، يعني ثم ضوابط حتى أخلاقية ومهنية وكذا تجبره، ويشوف زملاء في بلدان كما فرنسا وغيرها كيفاش يتصرف يتأثر بهم. راهو معناش أستاذ تعليم عالي وبحث ديكتاتوري يعني يتصرف كما يحب في الطلبة نتاعو. هو شكل من اشكال التعطيل وشكل من اشكال العرقله وشكل من اشكال الاستهتار بالمؤسسات الجامعيه. انت استاذ وقبلت لكي تكون مقرر في ملف ما او في واحد، فما عليك الا معناها ان تقوم بامرين: اما انك تقول هذا العمل ايجابي وتمرره للمناقشه، او تقول هذا العمل غير ايجابي وتبرر في كلتا الحالتين معناها لماذا هو ايجابي ولماذا هو غير ايجابي وتقوم. اما انك معناها ترفض التقرير، او انك هناك بعض، انا عشت في معناها في حالات انه بعض الزملاء ياخذ ملف او ياخذ اطروحه وبعد يمرر بها فتره ترشحات. اي معناها موجود الاسلوب هذا، ويجي قد يرجع الملف ويقول انا لا استطيع ان اقدم تقرير. أرغمت على إبدال البحث وأصبح عنوانه توظيف التراث في الرواية العربية، وعندما أودعته رفض البحث، مما جعلني أراسل وزارة التعليم العالي آنذاك، وقد استقبلني المرحوم السيد الدليل جازي الذي عالج الملف شخصيا وقانونيا، وأجبر الجامعة على مناقشة الأطروحة بإصدار قرار وتبديل هيئة المناقشة. الأطروحة الآن بقيت مكانها، فرغم تحرك التي قامت به إدارة التعليم العالي والتي راسلت المعهد العالي للفنون الجميلة لأكثر من مرة، راسلته في 2013، راسلته في ديسمبر 2014، وراسلته مؤخرا في جوها 2015 لحل مشكلة الأطروحة، ولكن هذا المدير الذي هو أحد المقررين حاول أن يتمسك بسلطة فردية استبعدت أولا استبعدت لجنة الدكتوراه، واستبعدت كذلك سلطة الإشراف من دورها الأساسي وهو الدور التعديلي والدور الذي يخوله لها القانون لإيقاف هذه المظلمة. تبدأ الأمور واضحة. إذا كان بان بالكشف اللي مثلا مؤطر ظلم طالب تدخل الوزارة، هي مش حتى الوزارة، هي المؤسسة عبر المجلس العلمي نتاعها وجامعة عبر المجلس العلمي زاد نتاعها وكذا، تنجم تاخذ قرارات في الحالة. وقت يفرضوا على مثلا مؤطر ما يحبش يكتب التقرير نهائي، وقت في حالات يفرضوا عليه يكتب التقرير. اللجنة التي تنتدب هي لجنة استشارية، والقرار هو قرار الوزير، لأنه اللجنة احنا لجنة علمية، لا ننتدب الناس وإنما نرتبهم ونقدم تقارير في قيمتهم العلمية، في قيمتهم المعرفية، في قيمتهم البيداغوجية إلى غير ذلك، ولكن المشغل الرئيسي هو الوزير، لأنه آخر صاحب القرار هو الوزير. ناقشت الأطروحة في جو يكاد يكون أمني بحضور عدد كبير من المحامين وعدد كبير من السفراء والسلك الدبلوماسي والحضور من النقابيين والمعارضين، واحرزت الأطروحة. مادامو البوفوار عند اشخاص، عند لجان، سي سور باش يصيروا حوايج كيما هكا. هاني قلت لك نرجعوا لحكايه الشفافيه. انا تعدى واحد باش يعدي الباساج دو جراد نتاعو، ولا باش يتعدى باش يقدم بحث، ولا باش يتعدى الباساج اكبر من اللي هو فيه، باش يقدم قدام لجنه علميه. اذا اللجنه العلميه تكون مسكره على روحها وما تعملش دي كريتير، وانت تشوف حتى ساعات تلاحظ حتى بالعين المجرده فلان تعدى وفلان ما تعداش، وفلان عنده بحوث وعنده اكثر من الاخر، تتسائل
احنا خويا حتى بدرءا للشبهات خلينا نعملوها شفافه. أنا أقول دائما أن دور المؤثر وهذا الدور الإيجابي هو دور تربوي وليس دور عقابي. مشاكل أخرين مثال أمور أخلاقية، فما أمور أخلاقية كيفاش مثلا؟ مثال ساعات لونكادرور معناتها المؤثر يعجب بالطالبة نتاعو، وهي من تلقاها عندها في حياتها الشخصية وكل شيء ما تحبش تخلط. دونك يحب بويسكو ما فماش، هو يعرف ما فماش تأطير مؤطر واحد آخر في الدومين هذاك ولا ما يستغل الفرصة، يحاول يبتزها، يحاول يطلب منها حاجات ماهيش في اطار بحث معناها. اعتقد انه اولا هي حالات ليست عامه، ولكن علاش عدم تمكين الناس من تقارير يمنع مثل هذا الكلام؟ لانه في كثير من الاحيان نحن نعرف المثل الشعبي يقول خانها ذراعها قالت سحروني، وبالتالي كل من لم ينجح لابد له من مبرر للنجاح. فكثير من الناس، انا اعطيك مثال زي احنا ثم طلبه مكناهم من منح مشاو لفرنسا حرقوا، وصبحت انا مطلوب، صبحت انا محاسب. فما زميل اتصل بنا لانه معناها استاذه في اللجنه قاعده تتعاقب فيه من كونكور لكونكور، قالت له راك انت تعديت مثلا في التاهيل ماك باش تتعدى في المتر دو كونفيرونس. فما ناس تتعاقب على الاراء نتاعها، فما ناس ما ترقاش على الاراء نتاعها. اعتقد انه هذه الظاهره يمكن القضاء عليها ان وجدت، معناها لاني انا لا اعتقد انها موجوده 100%، يمكن القضاء عليها بمثل هذه التقارير. انت نجحت، هاو تقرير علاش نجحت، انت ما نجحتش. هل يجوز معناها لشخص ان يبتز انسان او يعتدي على انسان او يتشرط على انسان وهو في ذو تقرير؟ انا نحاسبك على الخطا، نعطيك نقول لك انت خاطئ، اذا انت ماكش خاطئ تنجم تقاضيني امام المحكمه، واذا انت خاطئ ما عليك كان تسكت. ما ثماش كان الحكايه نتاع قاعد تشري له انت في العلاقات ما بين الاساتذه والبنات والاولاد ولا شنو كذا، لا ثم علاقات اخرى نتاع تكتلات مبنيه سواء على التكتلات السياسيه، سواء على التكتلات النقابيه، سواء على التكتلات الجهويه، على التكتلات معناها مهول. انا كمؤثر وطلبه اللي يدروا معناها نأثر فيهم من مختلف جهات البلاد. هذه اولا. من الناحيه السياسيه فيهم من المتدين الى الماركسي المتطرف. انا هذه امور لا تعنيني، لانه ثم عقد اخلاقي، ثم عقد قانوني، ثم عقد جامعي بين المؤثر والباحث لا يجب ان يطغى فيه اي عنصر من هذه العناصر على العلاقه البحثيه. هذا منه. لكن ثم حاجه موجوده وهذا لا يجب ان نخفي ذلك، انه تكوين المخابر وتكوين وحدات البحث ادى في كثير من الاحيان الى نوع من الاستقطاب، وهذا الاستقطاب لم يؤدي الى المنافسه العلميه، بل ادى ربما الى اشكال اخرى من العلاقات، انه السعي مثلا لضرب هذا او لضرب هذا، هذا موجود. عندي صديقاتي ديجا فما واحدة خرجت لكندا، مشيت خلت البحث وكل شيء وسيبت كل شيء ومشيت لكندا. ليس معناتها مش السبب الا اللي انا خاطر المؤطر نتاعها قلقها، عملت تحرش جنسي وبعديك عملت تحرش نفسي وقلقها على الاخر، وتهمها معناتها تهم معناها اخرى، مش خرجت من البحث كومبليتمون ومشيت لكندا وتوا ناجحه لاباس عليها. معناتها مش المشكله في السوجي، المشكله في هو في حد ذاته المرض اللي عنده. موضوع الهرسله راهو في الجامعه التونسيه موضوع مسكوت عنه، وربما حان الوقت انه نحكيه على موضوع الهرسله. والهرسله راهو ما يتعرض لهاش كان البحث الشاب، تنجم حتى فما اساتذه يعني معناه يقريوا موضوع الهرسله. كما قلت لك هو موضوع خطير وموضوع حساس، ما نجمش ننفي الوجود نتاعو. شخصيا معناها كنت شاهد على حالات
نتاع هرس أو حالات نتاع ابتزاز، ولكن نبقى ونقول راهو أنه وبكل موضوعية أنه الحالات هذه تبقى حالات معزولة بالمقارنة مع معناها الوضع بصفة عامة. كما قلت لك ما نزهمش، هو إنسان، الأستاذ في الآخر إنسان يضعف. كي تخلي له أنت البوفوار هذه السلطة إنه ينجح وما ينجحش، يعدي ولا ما يعديش، باش يغلط في روحه، باش يرى اللي كونه بمقدوره إنه يتحرش بفلانة اون كونتر بارتي باش ينجحها ولا غيره. بقى هما ممارسات ممكن شاذة ما نعمموش، يلزموا اللي غلط يتحاسب. يزينا مالوريزمون اذا كانت فما كل واحد يغلط يتحاسب ويكون عبره لغيره، راه ما عادش تصير الحكايه هذه. الابتزاز المالي ماهوش من الاساتذه فقط، من الطلبه بيدهم. في الاجراءات اللي انا معناها طالبه جابت لي هي وراجلها، فهمت؟ هي وراجلها نادوني في الكرهبه ولا شنو، قال لي الناصر بلا ياخذ كذا ولا شنو، مديني مليون. قال انتم ما يعطيكمش تعطير ولا شنو كذا، خاطر قبل ما كناش ناخذوا على التعطير بلاش. معناها مش سبيتهم بربايه. قلت لك موجود، ثم التحرش الجنسي، ثم الابتزاز، ثم حتى يطلب رشوه، اللي تحب انت كله موجود. اما نعاود ونكرر اللي راهي حالات شاذة، حالات عدديا حاجه قليله. كل شيء موجود بكل الحالات. الاستاذ الجامعي ما له المواطن اللي تشوفه في الشارع تنجم تشوف شو غادي باقل صحيح، باقل حده صحيح، اما ما له المواطن. كنقابه جاتنا تشكيات كبرى، جاتنا تشكيات كبرى في خصوص ملفات التاهيل. فما مثلا اساتذه جامعيين وقع معاقبتهم ما خذوش ملفات تاهيل، وقت اللي نشوفوا انه فما ناس في بعض معناها كما قلت لك ديما نبقى ما نعممش، شهاده تاهيل تهدى للاصدقاء، فهمتني، وتمنع عن الناس اللي تتكلم وتنقد. فما مثلا اساتذه اللي تحصلوا على شهاده تاهيل ولكن ما رقوهمش الى استاذ محاضر، ولهنا معنا نوصل لقمه العبثيه. باحدى كليات الاداب، وقد اثيرت القضيه انذاك، ان احدهم تقاضى اكثر من 40,000 دولار من طالب خليجي، واثيرت القضيه في قسم علم الاجتماع، ثم اثيرت بعد ذلك في بعض كليات الاداب بمنوبه وتسعة افريل حوض بعض الطلبه الاجانب الوافدين انذاك، حيث انتصب احد البياطره بعد الثوره باحدى الكليات الادبيه، وله زميل اخر اي استاذه الذي اشرف عليه ويقيم الان باحدى دول الخليج يوفد له اولئك الطلبه فياتون اليه تحت الاشراف طبعا، وبعد ذلك يتقاضى اموالا. فما حاجات اخرى مثال تلقاها مؤطر يغير من الطلبه نتاعو من نتائج البحث، فوالا يشوف قداش هو ولا معروف في الخارج ولا المقالات نتاعو منشوره وكذا، واكثر من البروف نتاعو يغير منه، يولي يقلق فيه، يولي يتعاركوا، يولي يبطل ولا ما يعديلوش معناها. راسلت وزير التعليم العالي آنذاك الصادق شعبان وقابلته شخصيا وأعلمته بأحد الأساتذة الذي لا يحمل شهادة البكالوريا في جرابه، وأعلمته أيضا بأستاذ ثان لا يحمل شهادة البكالوريا ولا يحمل الإجازة، بل حصل على إجازة من جامعة غير معترف بها. فما مشاكل أخرى ما نعرفش مثال مؤطر ياخو طلبة
وهو عنده ديجا قاعد مثال يكمل في الدكتور، مازال ياخذ جماعة الماستر، هو مازال يكمل في البحث نتاعو في الهابيليتاسيون ولا ما عرفتش انا، يستغلهم يعطيهم الكتب اللي هو يلزم هو يقراهم في البحث نتاعو ويقول لهم اقرا وهم اللي يعطيني ريزومي. فتصور أن هؤلاء أصبحوا في رتب أساتذة التعليم العالي، يصولون ويجولون ويأكلون أموال التونسيين بالباطل، وترقوا إلى الآن. وفيهم الآن من هو موجود في التعليم العالي أو من يحتل مراكز في الدولة أو في البرلمان، وهي من المصائب الكبرى بعد الثورة أن يحمل برلماننا أساتذة مزورين وأساتذة أيضا ليست لهم شهادة بكالوريا وإجازة. دونك ولا يحب يوصل زاده يقلقوه، يعملوا له تحرش نفسي، يقلقوه نفسانيا، احباط، مشاكل في الخدمه، مشاكل مع الطلبه، مشاكل يخلقوا له مشاكل من اي بقعه باش هو ما يكملش، باش هما يقعدوا كان هما كما يقول لك صاحب صنعتك عدوك. اذا كان من جهه حاجه معناها رسميه، مراسله رسميه، وتعمل والتحريات تثبت ان الاستاذ هذاك اخل بواجبه، تقع بالاجراءات اللازمه، تاخذ فيه ويتعدى حتى على مجلس التاديب. اي نعم، وانا واحد من الناس في وقت رئيست مجلس التاديب في وزاره التعليم العالي، وعوقب من قدم لاخلالات قام بها. أمام المشاكل التي يعيشها البحث العلمي، بادر بعض الجامعيين بإيجاد حلول عن طريق العمل النقابي والجمعياتي والمبادرات الشخصية، خاصة في مستوى توفير المراجع والمقالات العلمية أو المساهمة في صياغة التصورات لإصلاح الجامعة أو الإحاطة ببعض الحالات الخاصة التي يعيشها الباحث والأستاذ الجامعي. كانت عندي صعوبات أثناء البحث متاعي، ديما نلوج على ارتيكل، ديما نلوج على مقالات، نلوج على كتب، نلوج على بحوث اخرين. راسات لي نمشي لفرنسا ديما باش نلقى حاجه، دونك ولا ما عندوش باش يطلع لفرنسا، ما عندوش بوسيبيليتي لا في الوقت لا في الفلوس وكل، ما عنده ما يعمل حتى يقف اموره تقف. جمعيه الباحثين والاساتذه الجامعيين التونسيين، دونك الهدف نتاعها انشاء معناها شبكه تواصل بين الجامعيين والاساتذه الباحثين التونسيين. دونك الهدف نتاعي كان باش جو راسومبل لو ماكسيموم بوسيبل دي زونسينيون من مختلف الاختصاصات. حل الاشكال نتاع الباحث التونسي خاصه في تونس، اللي احنا المحتاجين للمقال علمي. المقالات العلمية في الخارج بالفلوس كلهم بايعين. إلى حد الآن وصلنا ل 50,000 ممبر، معناها سيتي فريمون اون بون انيشيتيف. جمعية معناها تحكي على مشاغل الأساتذة والباحثين دي فاسون جينيرال. العمل النقابي يدخل فيه هو الدفاع من أهل المهنة، الدفاع على مصالح المهنة. المهنة متاعنا تدريس، تدخل فيها العمل النقابي لازم يدافع على محتوى، على ظروف التعليم، على كل ما هو يخص المنظومه التعليميه هذه. بالنسبه لمنهجنا في العمل في النقابه ما نخدموش برك على المطلبيه، نخدموا على الدراسات والاقتراحات. وكما قلت لك احنا معناه وقت اللي نقدنا مشروع الوزاره مش نقد الهدام، قدمنا مشروع متكامل شارك في صياغته اكثر من 1000 جامعي. خرجت الترناتيف جديده اللي هي نقابه مستقله. صراحة أنا واحد من الناس اقتنعت باللي كونه يلزم يكون عندها استقلالية، تكون خاصة بالأساتذة، من الأساتذة إلى الأساتذة. عملنا موقع ويب اسمه campusmedia.tn. الموقع هذايا كيف معناها سيت اون انيشيتيف بينيفول، وحبينا نحطوا فيه المعلومات ولا تسكي حاجة تهم البحث العلمي في تونس. ظلت المشاكل في منظومة البحث الجامعي في تونس متواصلة إلى اليوم، وقد تعددت وتنوعت، وأصبحت تعوق السير العاتي للبحوث والنتائج العلمية، وأصبحت تؤثر فيها سلباً. احنا اليوم في تونس الوزارة تقدم ما سميته بمشروع إصلاح للتعليم العالي والبحث العلمي. لاحظوا أنه مشروع الإصلاح هذا ما حددش شنو هي استراتيجيات البحث العلمي،
ما حددش شنو البروفيل دو سورتي، يعني تقول شنو معناتها الاهداف نتاعنا على مدى قصير مدى متوسط ومدى بعيد غايبه تماما. واليوم الجامعه التونسيه لم تدرج في سلم الجامعات المتقدمه، بل كانت في اخر السلم، بل منسيه نهائيا نتيجه الفساد المستشري. إذا كان معناها عندنا أرقام تحكم فينا، عندنا نسب متدنية، عندنا ترتيب الجامعة، يعني فما فشل. ومن أسباب الفشل هذا كل ما يشوب المناظرات الجامعية من شبهات. بطبيعة الحال ننزه نسبة طيبة من الزملاء الأساتذة الجامعيين اللي هما قاعدين يخدموا في خدمة معناها فعلية وعلمية في المناظرات، ولكن يا أخي فما مشاكل ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال، فما مشاكل عندها علاقه بالمناظرات وعندها علاقه بالشفافيه. نعطيك اكزامبل اللي ممكن الاساتذه اللي يسمعوني معناها اكثر حاجه تمسهم واكثر حاجه معناها تقلقهم. النقل. احنا بعد الكونكور داسيستانا تصير لافيكتاسيون للمعاهد عار العين والراس، ندخلوا المناطق الداخليه. احنا ديما مربوطين بالمراكز الولايات، ما عندناش جامعات في وسط المناطق الداخليه، معنا بنقصد على راس العين نمشيو نقريو في القانون ولا في المناشير اللي عندنا بعد 4 سنين نطالبوا بالنقل وينظر فيها مجلس علمي وتنقل. هنا يصير اخلالات. نحمل كل الوزراء وسلطات الاشراف المسؤوليه انه معناتها الوزاره ماشي قاعده تدافع على قطاع التعليم العالي وعلى قطاع البحث العلمي. نعطيك اكزامبل، ها توا بعد الثوره انسان يقري 5 6 سنين، مراه استاذه تعمل في نافيت معرسه بصغارها، تعمل مثلا عشان تونس تطاوين، عملت 5 6 سنين، قرات على روحها، جاتها النقله من غادي، وافقوا لها المجلس العلمي ورئيس المؤسسه اللي تخدم فيها، توا شو يقولوا لها؟ برا شوف بوانت شوت، برا شوف وين شكون يقبلك. هي باش تهز كرتبتها وتعمل بورتا بورت، بربي اقبلني. شنو كي انت تخليها البوفوار هذا تخليه في يد الشخص، كيفاش باش تتعامل معاه؟ خويا الوزاره تحمل مسؤوليتها، كيما هو نهار اللي نجح في الكونكور فكتيتو المناطق هذيك ولا بعثتوا المنطقه هذيك باش يخدم، تو كي باش يرجع انت ترجعوا في البقعه اللي تراها مناسبه. مشكلتنا في الجامعه التونسيه فما ناس هي شاده معناها الجامعه التونسيه، انا نحترم الاشخاص ونحترم المقامات ولكن هذا واقع. اذا كان ما ننقدوش الواقع نتاعنا ما نجمش نقدمه. ومن شيره اخرى ليكول ولا اي معهد ولا اي انستيتو حال دي بوست للاسيستانا، كي يمشي له واحد باش ينقل نقول له لا ما عنديش. ولي بوست كيفاش يتحلوا؟ سير ميزور. هذوما المشاكل كيفاش تحل؟ نحلك يجي نحلك بوست ويجا كذا بالعلاقات الشخصيه. بالعلاقات الشخصيه هذه كيما اي منظومه، معناش منزهين احنا كيما اي منظومه تدخل فيها الحسابات الشخصيه وتدخل فيها كذا لي باساج دو غراد معاش انا لي كونكور. هنا يلزم الفيجيلونس. سبحان الله، السلطه المطلقه مفسده مطلقه. تشوف انت في المناطق الداخليه الاساتذه من صنف A غايبين غير موجودين. انت تحل في كليات في قفصه وفي سيدي بوزيد وفي تطاوين وفي سبيطله وغيره، ما عندكش اساتذه في صنف A. فما مؤسسات ما فيها حتى استاذ من صنف A، فما مؤسسات ما تلقاش فيها حتى استاذ مساعد. يعني هذا معناها دليل على اعتباطيه. نفسي نهار من النهارات وقت يجي واحد يقول ها ثم مشروع، يجي يقول راه المشروع هذا يعطيكم الصحه عملتوه اما راه فيه نواقص، وها وانا هذه ما تجيش هك، خلينا نبدلوها نعطيها مقترح، نعطيكم مقترح هيك، وهذه كذا راهي هذه ندعموه، وهذه والله ناقصه بوان فيرغول، وهذه ناقص. اما باش تجي انت نقدم لك انا مشروع يعلم الله كيفاش خدمت ولا معناها ايش ضحت عليه عباد باش خدموه، وانت تجي بجره قلم تقول فاض لا حلف عليه ما قراش. انا اكد لك اللي يقول الكلام هذا ما قراش. تشكو الجامعة التونسية من ظاهرة السرقات العلمية والأكاديمية إلى درجة أن بعضها محل نزاع في المحاكم. قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعي عليه أولا بثبوت الإدانة واضحة، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2000 دينار. هو علاش 2000 دينار؟ ما عندها حتى قيمة. هي احنا القضية نتاعنا مش نتاع فلوس، هي قضية مبدأ وقيم ومعنوية. استئنف الشخص هذايا، تعدى الاستئناف، ولكن في الاستئناف أخطأ، معنى خطأ فظيع. اعترف
وأراد أن يسقط القضية بالتقادم، قال هذه قضية فات 15 سنة والسيد هذايا تو باش فاق، هو اعتراف هذا يعني في النص في المحامي نتاعو كاتبها، قال انت هو السيد تو باش فاق التاز عنده 15 سنة، ولذا أنا نطالب معناها إسقاط القضية بالتقادم. ولكن ننسى أن الانتحال العلمي لا يسقط بمرور الزمن، ما هوش يخضع للقانون العام، يخضع للقانون الخاص. يعني 50 سنة بعد وفاة المتضرر يمكن أبناء وأحفاده يتقدموا للقضاء. لأنه ثم ظاهرة مستفحلة في الجامعة هي ظاهرة السرقات، وعندما يمسك شخص بأنه معناها بهذه الطريقة يذهب على المذهب الحنفي، معناها أنه عرضوا لي عندهم بيوبونتو، عملوا معايا كذا إلى غيره، وهذا كلام غير مقبول. نعطيك أنا مريت بالتجربة هذه ونعرف معناها بعض الحيثيات. أنا وصلت في فترة بن علي شكوا بي حتى البن علي لسبب زيد أنا اعترضت على سرقة بالعلن، وطلب مني وزير التعليم العالي في ذلك الوقت واعطيته ملف فيه 353 صفحة. إن مشكلة الانتحال العلمي التي أصدرت فيه وزارة التعليم العالي قانونا منذ 2 أو 3 سنوات للوراء تقريبا، واشترطت على الباحثين أن يلتزموا الأخلاق العلمية والموضوعية والنزاهة، وأن يحيلوا على المراجع والمصادر، إلا أن الظاهرة ما زالت متواصلة، خاصة إذا كان المشرف له هيمنة وله سطوة على الآخرين، فإنه يأتي بأساتذة مناقشين من طرازه وينبه عليهم بأن لا يثيروا قضية الانتحال تماما، وينجح طالبه تحت الطاولة دون أن يمس بأنه سارق أو انتحل أفكار غيره. الحكاية تتعلق بانتحال علمي وهي سرقة علمية، وأنا أحولها إلى جريمة، خاطر الجرائم هي بحكم الخطورة تاع الانتحال العلمي تسمى جريمة، والقانون صريح في هذا. مشيت محامي، ولكن مشيت بتقرير من طرف شخصية علمية معروفة في تونس في الاختصاص. أحيانا حتى المستوى قاعد يهبط اونتر بارونتيز نتاع الطلبة. مثال أنا نعرف ديزيكول معناه يبرميت معناه يخليو الطالب يعمل سرقة علمية نورمال، يغزل أنا نغزل هكا نلقاها ماستير كلي من الانترنت كوبي كلي، مش نعبي نعمل له هذا باش يعدي ماستير هذا يقول لك شو عندك فيه. ظاهرة أصبحت متفشية لأن بلادنا اشتهرت بالسرقة المادية الأموال، ثم اشتهرت أيضا بالسرقة المعنوية أي سرقة الأفكار، وإن سرقة الأفكار أخطر من سرقة الأموال. عندما تسرق دينارا فإنه يمكن أن يرجع دينار، وعندما أسرق لك فكرتك التي أنت تعبت من أجلها لا يمكن أن تعوضها، وهي أخطر سرقة يقوم بها التونسيون في الجامعة تحت إشراف أباطرة يدعون العلم والعلمانية والبحث العلمي والموضوعية، وهم في ذلك لا يكسبون شيئا. ولكن القانون معروف، ثم القانون العدد 24-22 المؤرخ 23 جوان 2008 يبين شو معناه الانتحال في الفصل الرابع منه. يقول عدم ذكر مصدر كل معلومة بدقة وأمانة عند النقل الحرفي في النصوص، هذا النقل الحرفي موجود. استعمال نتائج بحوث علمية نظرية أو تطبيقية، وهي بحوث في نفس الوقت نظرية وتطبيقية بما أنها تعتمد على التحليل. التحليل سيتين برودكسيون، هو إنتاج شخصي، علما أن السيد راه خذ نفس النماذج وحل بنفس الطريقة ووصل نفس النتائج نتاعي. الأطروحات في أي جامعة تجد أن الأطروحة هذه مكررة عن فرنسا أو مكررة عن الجزائر أو عن المغرب. ليس لدينا إبداع وليس لدينا خلق، ولكن للأسف الذي يضرب ويقمع في البحث هو الذي يبتكر ويضيف، لأن السيئين هم الذين يعترضون طريقه. أما سرقة علمية ولا ما شابه بلاجيا معناه ثم أمر ينظم الأمور هذه ومعروف شنو العقاب. الإشكال في الإثبات. الانتحال تو أستاذ عمل أطروحة الدكتوراه وخذا شهادة في الدكتوراه في فرنسا وفي أي بلد، وخذا المعادلة في تونس، وتخلي يقري مش يقري للطلبة، هو انتحل
في برشا حاجات. أنا نتحدث على الحالة متاعي أنا فقط. هو إنسان منتحل منهجيا بيداغوجيا علميا. ماذا سوف يمر أو سيمرر للطلبة؟ لن يمرر إلا الانتحال في نظري، لأنه هو في مفهوم الاستخفاف بالبحث العلمي. أنا من الحلول اللي نقترحها، يلزم قبل ما إنسان يصب الميموار نتاعو ولا الدكتوراه، شهادة الدكتوراه مش الدكتوراه يعني الأطروحة نتاعو اكزاكتومون، يتعدى على لوجيسيال بيان بريسي، يشوف معناها الكونتوني نتاعو، يلزم مينيموم دو بورسنتاج ما في معناها يبدا يكون ما فيش معناها بلاجيا. هذايا احسن حاجه باش نداويوها المرض هذايا بالنسبه لي. السرقه العلميه من اسباب الخرابه نتاع الجامعه التونسيه. واحد يخدم الله اعلم به، الله قداش مشى للخارج وجاء وعمل وبحث وخدم، في الاخر يجي الاخر عمل هكا يهزها له. وفما حتى مؤطرين يسرقوا خدمه الطلبه نتاعهم، يقول له اكتب لي ارتيكل على السجي هذا، يمشي هو يبدل اسمه ويحطه باسمه. هذه صارت ينشروا باسمه. وفما قضايا في المحاكم. اساتذه منتحلين في التعليم العالي يمروا في ثقافه الانتحال، وثقافه الانتحال هي جرثومه تتعدى للجيل الجاي، يعني يتعود على هذه الطرق، والطرق هي السهله نتاع السرقات، وتولي معناها ما ينتجش ولا يسرق. يعني الانتاج هي السرقه، وتولي في المفهوم الطالب هذا مش يخرج للمؤسسات التونسيه، مش يعمل مش يشتغل، ولكن بقيمه علميه متدنيه. فما طالبه في الدكتوراه عملت مشروع فني عملته في تونس، وش تعمل بروفتها نتاع مشيت لفرنسا عملتها معرض كامل، اخذت لها خدمتها الكل وحطتها هي اكسبوزي في باريس. أنا متأكد أنه نسبة كبيرة من الزملاء واقفين معناها بكل قوة تجاه الظاهرة هذه، ونطلب من الزملاء المتراخين أنهم يتحملوا مسؤولياتهم. البلاجيا تأثر على معناها على صورة الجامعة، وتعطي une mauvaise impression على les chercheurs tunisiens d'une façon générale. يقول لك ثم مثل يقول لك سارق الأدب كسارق الذهب. سارق الأدب كسارق الذهب exactement.